أنا شوف، هذه الأولى هاي راحت، هذه الدوزيام راحت، هذه انتهى الأمر تاعها، دوك هذه تيبس هذه. لم يعد خفيا على العام قبل الخاص أن الاحتباس الحراري فعل فعلته وافتك ببعض الشعب في القطاع الفلاحي، فالجفاف الذي ضرب البلاد في السنوات الأخيرة خلق مشاكل متعددة للفلاحين، خاصة الناشطين في شعب المحاصيل الكبرى، ما دفعهم اليوم إلى طلب استغاثة من السلطات العليا لإنقاذ موسمهم الفلاحي. ما كاش التأمين على الجفاف، كي تروح لاسيونس ما كاش تأمين على، كاينه الكوارث الطبيعية يعلنها السيد الوالي في حالة ما شاف ما كان والو، ولكن ماذا بنا نلحقوا الميساج للرئيس تاعنا يعاوننا قدر الإمكان، لأن الرئيس الحمد لله راه يعاون شباب، راه يعاون بطالين، حنا يعاوننا عام سنة، سي با لا بين باش يزيدوا لنا التمديد تاع الديون، خاطش باه ما يقعدش المورال تاع الفلاح هابط باش يقدر يتحرك للسنة الجاية. حماية الفلاح من آثار الجفاف يستدعي حسب الخبراء والمتابعين استحداث منتوج تأميني جديد خاص بالجفاف، خطوة ستعيد الأمل لجنود الغذاء وتعطيهم دفعا قويا على تتبع المسار التقني وتجنب خسارة قد تدخل البلاد في دوامة إعادة فتح باب استيراد الحبوب والبقول الجافة بشكل أكبر من السنوات السابقة. لازم تكون تأمين على الجفاف، وتأمين على الجفاف تساهم فيه الدولة من أجل إعطاء الدفع والمحفزات الكافية للفلاحين لاستعمال المسار التكنيكي ما يلزم الحال، لأن لو ما كاش هذيك الحماية الفلاح يقول لك أنا علاش نقمر بدراهمي. التأثيرات السلبية لظاهرة الاحتباس الحراري وما كان لها من انعكاسات على القطاع الفلاحي يستدعي أيضا من القائمين على القطاع وضع استراتيجية جديدة تستهدف تأمين الأمن المائي الموجه للزراعة، وذلك تجنبا لما هو قادم. باش يعني تبقى الجزائر دائما يعني تعتمد على الفلاحة لضمان أمنها الغذائي، لأن لا يمكن أن نفكر في الأمن الغذائي دون ضمان الأمن المائي. والسيد رئيس الجمهورية تنبه إلى هذا الجانب وأعطى أوامر لإنشاء مركبات ووحدات لتصفية مياه البحر، والاحتباس الحراري التأثيرات نتاعو تكون في المستقبل أكثر وأكثر بكثير مما عشناه إلى حد الآن. ويهدف الجهاز التنفيذي إلى رفع مردودية المنتوج من 20 قنطارا إلى 40 قنطارا في الهكتار الواحد، غير أن الجفاف المنتشر خاصة في الجهة الغربية والوسطى للوطن قد يجعل من بلوغ هذا الهدف بعيد المنال على الأقل خلال هذا الموسم.